هل فكرت قبل كده ان ممكن الاستثمار اللي انت شايفه فرصة كبيرة يكون السبب في تدمير مستقبلك؟ 35 مليون مقابل 35% ولا 40 مليون مقابل 40%؟ ده مش دايما معناه انك كسبت. هنتكلم دلوقتي في التفاصيل ديت علشان تعرف تختار صح وما تقعش في الفخ. في البداية يعني ايه بري ماني وبوست ماني؟ أول حاجة لازم تعرفها هي الفرق ما بين البري ماني والبوست ماني. البري ماني يعني قيمة شركتك قبل ما المستثمر يضخ فلوس فيها، والبوست ماني يعني قيمة شركتك بعد ما المستثمر يضيف فلوسه. طيب ازاي ده بيحصل؟ لو شركتك متقيمة ب 10 مليون جنيه بري ماني والمستثمر هيضخ 5 مليون جنيه في الشركة، قيمة شركتك بعد الاستثمار اللي هو البوست ماني هتكون 10 مليون زائد ال 5 مليون بيساوي 15 مليون. طيب يعني ايه 35 مليون مقابل 35% ولا 40 مليون مقابل 40%؟ في المثال ده لما المستثمر يجي ياخد نسبة من الشركة مقابل استثماره، النسبة ديت بتتحدد بناء على تقييم الشركة، وده مهم جدا، وده علشان بيأثر على مستقبل شركتك. في الأوبشن الأول 35 مليون مقابل 35%، المستثمر هيدفع 35 مليون علشان ياخد 35% من الشركة، يعني قيمة الشركة بعد الاستثمار البوست ماني بيساوي 35 مليون على 35% بتساوي 100 مليون جنيه. أما قيمة الشركة قبل الاستثمار اللي هي البري ماني هتكون 100 مليون ناقص 35 مليون بيساوي 65 مليون. وفي الأوبشن الثاني 40 مليون مقابل 40%، المستثمر هيدفع 40 مليون علشان ياخد 40% من الشركة، يعني قيمة الشركة بعد الاستثمار اللي هو البوست ماني بيساوي 40 مليون على 40% بيساوي 100 مليون جنيه. أما قيمة الشركة قبل الاستثمار البري ماني هتكون 100 مليون ناقص 40 مليون بيساوي 60 مليون جنيه. طيب ليه 35 مليون مقابل 35% أفضل؟ أنت هتحتفظ بملكية أكبر من الشركة في الأوبشن الأول، بعد الاستثمار هتحتفظ ب 65% من الشركة، أما في الأوبشن الثاني هتحتفظ بس ب 60%. قيمة شركتك أعلى قبل الاستثمار. في الأوبشن الأول قيمة شركتك قبل ما يدخل المستثمر هي 65 مليون، لكن في الخيار الثاني أو في الأوبشن الثاني هي 60 مليون، وده معناه إنك قدرت تحافظ على قيمة أكبر لشركتك، يعني بتحافظ على نفوذك في الشركة، لأن كل ما نسبتك في الشركة تكون أكبر كل ما كنت قادر تتحكم أكتر في قرارات الشركة المستقبلية، لأن المستثمر ممكن يكون له تأثير أكبر لو كانت نسبته كبيرة. الخلاصة لما تيجي تختار مستثمر وتحدد النسبة اللي أنت هتديها له، لازم دايما تشوف تأثير النسبة ديت على قيمتك وعلى مستقبلك، فكل ما كنت محافظ على نسبة ملكية أكبر كل ما كان عندك تحكم أكبر في قرارات الشركة، وده هيساعدك في المستقبل. لو حابب تشوف فيديوهات أكتر من ديت يا ريت تقول لنا في التعليقات، وشارك الفيديو مع اصحابك. ولو لسه في اي نقطه مش واضحه او لو عندك اي استفسار سيب لي تعليق تحت وانا هرد عليك باسرع وقت. ولو حابب تتناقش في حاجه خاصه اكتر ابعت لي على الميل بتاعي. اهم حاجه انك تكون فاهم كويس تاثير استثمار المستثمر على شركتك قبل ما تاخد اي قرار، ودايما خلي بالك الاستثمارات الذكيه هي اللي بتحافظ على مستقبلك.